السلسله الذهب دي اشتريتها من فتره ب 5000 جنيه، جربت ابيعها لقيت السايغ بيقول لي هشتريها منك ب 2000 جنيه. هقول لكم ازاي ده حصل، ولا اللي رحت لهم مش نصابين، لكن انا كنت ناسيه انا جبتها اصلا ازاي. دي من لاين الذهب اللي بيتباع بالقطعه، وده نظام كده عاملينه شركات الذهب الكبيره والمعروفه، بيعملوا قطع المجوهرات باوزان خفيفه وبيبيعها بالقطعه. يعني السلسله ب 5000 من غير بقى ما يوزنها ولا يحسب عيار ولا يضيف مصنعيه ولا اي حاجه، واشكالها تحفه. المشكله فين بقى؟ ان انا زي ما قلت لك هي خفيفه جدا، ساعات بتبقى السلسله ما كملتش نص جرام، تتباع لك باكتر من ثمنها بكتير جدا. تيجي تبيعها بقى يحسبها لك على الوزن الاصلي، فتلاقي نفسك خسرت معظم فلوسها زي الفضه كده. يعني وحشه ما نشتريهاش؟ لا حلوه، بس ممكن تشتريها بغرض الزينه، لكن تشيل فلوسك فيها لوقت الزنقه او استثمار لا، والف لا. ركز كده واعرف بتودي فلوسك فين. الخلاصه حددوا انتم عايزين تشتروا ايه، سبيكه او جنيه تحوشوا فلوسكم فيه، ولا قطعه ذهب شيك تتلبس والكل يعجب بيها؟ قولوا لي في الكومنتس، كنتوا تعرفوا موضوع الذهب بالقطعه ده؟